بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في خبر مدهش للغايه، خبر يعني غريب للغايه. ايه اللي بيحصل؟ هقول لك ان في هيئه في انجلترا، هي هيئه الصناعه في انجلترا ميك يو كي. هذه المؤسسه اعلنت عن اعلان غريب للغايه، قالت لك ان انجلترا خرجت من ضمن افضل 10 دول صناعيه في العالم. ياه، معقوله الكلام ده؟ انجلترا التي قادت الثوره الصناعيه، وهي اللي عملت الثوره الصناعيه، وهي اللي خرج منها جميع واغلب الصناعات والمحركات في القرون الماضيه. معقوله انجلترا ديت؟ انجلترا خرجت من ضمن افضل 10 دول في العالم كدول صناعيه. الغريب ان هم بيتكلموا ان هم عايزين يعملوا استراتيجيه، عايزين يعملوا خطه طويله المدى ان هم يرجعوا كما كانوا. لكن اقول لك الامر صعب للغايه، لان انجلترا هي خرجت من ضمن الاتحاد الاوروبي، وبعد ما خرجت من الاتحاد الاوروبي فقدت الميزه للتجاره مع الاتحاد الاوروبي، فاصبح ان هي لما تيجي تتاجر مع الاتحاد الاوروبي بتتاجر مع بتعريفه جمركيه، ادى الى زياده تكاليف الانتاج في انجلترا، ادى الى زياده تكلفه المنتج، فاصبح ان هي المنتج البريطاني بقى اغلى من المنتجات الاخرى، فصعب الوصول للاتحاد الاوروبي. فقدت انجلترا هذه الميزه، التجاره قلت، ادت الى تباطؤ النمو، عمل مشاكل في التصنيع، ادى الى خروج انجلترا من ضمن افضل 10 دول في العالم. عشان كده دلوقتي انجلترا بتحارب المهاجرين. ليه؟ لان هي بقى عندها بطاله، بقى عندها مشاكل تصنيعيه ومشاكل في تباطؤ التصنيع داخل انجلترا. موضوع خطير جدا، وده بيوريك ان شاء الله ان احنا كمنطقه عربيه ان شاء الله قادمين للامام. انجلترا بتعاني، فرنسا لديها مشاكل، ديونها اكتر من الناتج المحلي الاجمالي، عندها مشاكل. هتقول لي ما زالوا دول صناعيه، هقول لك ما زالوا دول صناعيه، لكن باذن الله ان احنا لدينا فرصه كمنطقه عربيه نتفوق، نتقدم للامام في ظل تقهقر هذه الدول، خاصه دول زي انجلترا. يا رب اكون فدتكم، يا رب دايما اشوفكم بخير. شكرا يا جماعه.